السلام عليكم، مرحبا بكم غالياتي، مرحبا بكم في قناتي. جيتكم اليوم بهذه الوصفة الرمضانية، وصفة بزاف بنينة وبزاف هايلة. جبت لكم هذه الوصفة نتاع طاجين اليقطين. رايحين ندخلوا في التفاصيل تاع هذه الوصفة وفي طريقة التحضير. رايحين نبداو على بركة الله، بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ما نطولش عليكم حبيباتي، ورايحين ندخلوا في الوصفة وطريقة التحضير. شوفوا البنات، هذا المقادير اللي راني حاطتها قدامكم، يعني هذا الوصفة صدقوني البنات، هذه الوصفة راني درتها العام اللي فات، يعني ماهيش جديدة، وكنت حطيتها في قناتي الأولى، أسرار الطبخ لأم لوجين. حطيتها يعني العام اللي فات، ويعني ما داتش حقها من المشاهدة، وتالمو يعني قعدوا يعني هذو المقاطع تاع الفيديو قعدوا لي في التليفون تاعي، وقلت وعلاش لا ندير لهم المونتاج ونحطهم في هذه القناة. واكيد نطلب ربي ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، يعني وتكومونتيو فيه وتشاهدوه كامل، واكيد راح يدي حقه من المشاهده. كما راكم تشوفوا حبيباتي، حطيت الكوكوطه تاعي، حطيت فيها هذا المصاطة تاع اللحم او هذا الفخذ نتاع الدجاج، وضفت له كميه تاع البصل، كميه تاع ثوم، كميه تاع الزيت، وكميه نتاع الزبده او المارغرين او السمن، كل وحده وش عندها. هنا درت لها الكزبره الخضراء، ودرت التوابل، فلفل العكري، ودرت الكركم، ودرت الزنجبيل والفلفل الأسود. يعني هذا هما التوابل الربعة اللي درتهم في هذا الطاجين. هنا يا حبيباتي قليت يعني الكوكوطة تاعنا قليتها مليح، وهنايا راح نفرغ كمية نتاع الماء، وراح نغلق عليها ونخليها طيب في غلتها. يعني الوصفة راهي سهلة، وصدقوني يعني تجي بزاف 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 بنينة. جربوها البنات، اكيد راح تنال رضاكم. يعني هذه الوصفه من كثر تبنتها صدقوني والله ما قدرت تنفاصي هاد المقتطفات من تليفوني. كما قلت لكم حبيباتي، هنايا حبيباتي عندي كميه نتاع صدر الدجاج. هنا كان عندي صدر الدجاج كامل درته، درت فيه كميه نتاع الملح. ما تنساوش الملح في المرقه تاعنا او في لاصوص تاعنا. هنايا ثاني البنات درت نفس التوابل في الدجاج، درت هذاك الكزبره الخضراء، درت آه، آه، الثوم عفوا درت الثوم، درت حبه نتاع البيض، ودرت الملح، ودرت زوج مغارف نتاع لا شابلوغ كما راكم تشوفوا. راح نخلط كل هذه المقادير مع بعضها حتى تندمج مليح الخلطة تاعنا. وهنايا نبداو نشكلوا في هذوك الحبيبات نتاعنا نتاع اليقطين. صدقوني البنات والله غير هذا الطاجين تاع اليقطين يجي بزاف بنين 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 بنين، واش نقول لكم. تلمو يعني درتو يعني عملوه، درتو خضرتين. مازال يعني مازالت البنه تاعو راهي في راسي، صدقوني غير بزاف بنين. ديروه اكيد راحين تنجحوا في الوصفه تاعكم، واكيد راحين تدعيوا لي. كما راك تشوفوا حبيباتي هنايا نديروا هذاك البلاستيك الغذائي او هذاك بابي فيلم، نحطوه كما راكم تشوفوا، نقطعوه يعني طرف طرف باش نكونوا الحبه تاعنا نتاع اليقطين. نطرحوا هذيك هذاك صدر نتاع الدجاج او هذاك بولي اشي، نطرحوه كما راكم تشوفوا على هذاك الورق الغذائي هذاك، ونحطوا كمية تاع فرماج الأبيض، ونزيدو نديرو فرماج أرابي. صدقوني البنات كيك تحلوها صدقوني تجي هذيك البنة ما شاء الله. هنايا البنات درت يعني كورية صغيرة بصح راني عاودتها وزدت يعني كبرت فيها شوية باش يجونا الحبيبات تاعنا أكل قد بعضهم. شوفوا البنات زدت عاود درت معاكم الحبة الثانية كما راكم تشوفوا. هنا راح نعقدوا هذاك البابي فيلم، راح نعقدوه مليح باش هذاك يعني الحشوة تاعنا او هذاك صدر الدجاج مش راح يخرج معنا وراح يطيب لنا، ومن جهة مش راح يعني يخرج لنا على برا. زاد كملت معكم ثالث حبة.
هنا تقصت يعني باش نكمل معاكم، يعني قد حبيت باش تشوفوهم مليح كيف درتهم. ومن بعد كي نكمل كامل الحبيبات نتاوعنا راح ندير لهم هذاك الخيط، وراح نشكل الحبه تاعي على شكل الحبه نتاع الكاوبويا او الحبه نتاع اليقطين. هنا باش يعني كل واحد يعني يعرف هذه الوصفه كيفاه الاسم تاع هذه الوصفه. كما راكم تشوفوا حبيباتي، هنا من بعد ما عقدت هذاك البلاستيك الغذائي تاعي، انا راح نديرو هذا الخيط تاع هذا الخيط اللي يعني اللي يحكموا به طرف تاع اللحم يعني في الاعراس. انا كنت عندي يعني في الدار، يعني ما شريتوش، يعني كنت شريته يعني من قبل. راح نديرو بهذه الطريقه ندورو كامل. ويعني ومن هنا ما تشبحوش يعني الخيط بزاف، ارخفوه شويه لانه كي نحطوه في الكسكاس اي فور رايح وحده يتنفخ معنا ويتشكل هذاك الحبه نتاع اليقطين. هنا حبيباتي بعد ما كملت الحبه الاولى، شوفوا البنات كيفاه جات، يعني جا الشكل تاعها بزاف هايل. راح نكمل الحبيبات الاخرين اللي مازالوا لي. يعني طريقة التشكيل يعني سهلة وبسيطة، يعني شوية الصبر صح، يعني هي هذه الوصفة فيها شوية مراحل كما قلت لكم حبيباتي. هنا هذا الفرماج اللي درته او الجبن الابيض، هذا راهو تاع البيدونة. انا كنت في هذاك الوقت كنت نشري الفرماج تاع تشيزي باتنا، هذاك تاع البيدونة، يعني الذوق تاعو بزاف بنين وبزاف رائع. كما راكم تشوفوا حبيباتي زدت كملت معكم الحبة الرابعة. كما راكم تشوفوا كملت ندير لها الخيط بهذه الطريقة، يعني طريقة راهي سهلة ومبسطة. هنا انا نفضل هذه الطريقة، يعني يحكموا الخيط الاول والخيط الاخر تبقاو غير تدوروا به، وكل مرة توصلوا لهذيك العقدة زيدوا ديروا العقدة تاع هذاك الخيط. كما راكم تشوفوا تفرزوه بهذه الطريقة، يعني تعدلوه مليح باش تكون لنا هذيك الحبة نتاع الكابوية. هنا من بعد ما كملت الحبات نتاوعي تاع الكابويا حطيتهم في الكسكاس، وحطيت البرمه تاعي راهي تغلي. هنايا راح نفورهم يعني يطيبوا على الفار. وانا كاضافه يعني زدت قليتهم باش يعطيونا هذاك الاحمرار، يعني يجونا حمر ما يجوش فيهم هذيك الريحه تاع الدجاج. زدت يعني حمرتهم شويه في المقله. شوفوا البنات كيفاه جونا الحبيبات انتاوعنا، كي تنحيو لهم هذاك ورق الطهي او عفوا بابي فيلم، تلقاو الحبة تاع الكاوبية يعني مشكلة كأنها حبة تاع الكاوبية محطوطة قدامكم. هذا هما الحبيبات انتهونا من بعد ما منحيناهم يعني من الكسكاس. كما راكم تشوفوا حبيباتي طريقة سهلة وبسيطة. كما قلت لكم حبيباتي، هنايا راح نحط يعني الصحن التقديم تاعي. هنايا يعني هذاك المقطع نتاع القليان كي قليتهم كان تحذف لي للاسف. هنا حطيت الحبيبات نتاوعي كما راكم تشوفوا فيهم راهم يعني راهم محمرين وراهم ما شاء الله. هنايا هذوك يعني هذاك القرن نتاع الحبه نتاع الكوبيا، انا فضلت ندير هذو نتاع الكربوط نتاع الفلفل، نحيتهم ودرتهم يعني الراس تاع الحبه نتاع الكوبيا، وعطانا واحد المنظر بزاف شباب وبزاف راقي. هنايا حبيباتي بعد ما طابت معنا هذيك الجلبانه تاعنا، شوفوا البنات كيفاه جات محمراء، وجات مرقه تاعها يعني حمراء، وجات بنينه. اش نقول لكم حبيباتي، البنه تاعها روعه روعه روعه. صدقوني هذا افضل طاجين درته العام اللي فات في رمضان. البنه واش نقول لكم بنتو، يعني قد ما يعني نقول لكم على هذا الطاجين، البنه تاعو لا توصف. اكيد راح نفتح معاكم حبة نتاع الكاوية او اليقطين، وراح تشوفوا كيفاه جات من داخل كيفاه مفرمجة. كي تفتحوها راح يسيح هذاك الفرماج تاع فرماج رابي، وهذاك الفرماج الابيض يعطينا واحد البنة ما شاء الله. وتالمو الحبات نتاعنا تاع اليقطين يجيو طريين.
زينتها بهذاك الطريف نتاع القارص، وهذا هو الشكل النهائي تاع الطاجين نتاعنا. بزاف راقي، يعني ديريه وما تخافيش، انا نضمن لك في الوصفه راهي بنينه ما شاء الله. حبيباتي، ما تنساوش هذاك الجام. عييت نقول لكم ما نقولش، ما نزيدش نقول لكم بصح للاسف فرجه ممتعه.